لما ابقى اخر الشهر والميزانيه بعافيه وولادي يطلبوا مني بقى كنتاكي، يبقى مفيش قدامي غير حل واحد. ايه يا ام عبد الله؟ اكيد طبعا كنتاكي الغلابه، سهل وسريع، والاهم من كل ده ان هو اقتصادي جدا. عارفين الكميه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي ب10 جنيه؟ ازاي يا ام عبد الله؟ ايوه، هتشوفوا دلوقتي لما تتابعوا معايا الفيديو. يلا بقى من غير كلام كتير تعالوا نشوف الطريقه والمقادير. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وندخل بقى على المقادير على طول. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده انا جبت بقى واحدة قرنبيطة. القرنبيطة دي يا جماعة جايباها من السوق ب10 جنيه، ما شاء الله بيضة قشطة زي ما انتم شايفين كده. اول حاجة طبعا بتروحي مقطعاها كده او مفصصاها، يعني تخليها ايه، وحدات على قد بقى الكمية اللي انت عاوزاها. وهنا حطيتها بقى في حلة الضغط بتاعتي الجميلة الجديدة اللي انا قلت لكم عليها، بصراحة يا جماعة تحفة جدا. عايزة اقول لكم ان القرنبيط ده قعد جواها تقريبا يعني 3 دقايق. اول ما بتسمعي الصفاره تعدي 3 دقايق بالظبط وتروحي طافيه عليه. وطريقه الفتح بتاعتها سهله جدا، والقفل وما شاء الله عايزه اقول لكم بجد والله انا مبسوطه منها جدا. ان شاء الله هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف اسفل الفيديو للي حابب ان هو يشتريها. هما بيجابوا طقم على بعضه كبير ووسط وصغير، وممكن برضو تجيبي قطعه اللي انت محتاجاه، يعني الحجم اللي انت عاوزاه، مفيش مشكله خالص. بعد ما سلقت بقى القرنبيط وصفيته كويس قوي من الميه السخنه، طبعا نزلت عليه بشويه ميه من الحنفيه علشان يبرد. وهنا في الطبق ده حطيت كوبايه دقيق على نص كوبايه نشا، ومعلقه كمان حلوه كده شطه، ومعلقه حلوه كمون، ومعلقه برضو تكون صغيره ملح. وهقلب بقى التوابل كويس جدا مع النشا والدقيق كويس قوي كده لغايه لما احس ان هما كلهم اختلطوا مع بعض. وبعد كده هنزل بقى على الدقيق والنشا بكوبايه ميه، وهبتدي بقى اضربهم كويس قوي بالمضرب اللي هو السلك، لغايه لما الخليط كده احس ان هو بيبقى خفيف شويه عن الخليط بتاعه الكيك. واخر حاجه بقى هضيفه كده على العجينه بتاعتي دي معلقه صغيره تكون مليانه من الشطيطه اللي هي هرسه الشطه، طبعا انتوا عارفين ان احنا حاطين لها توم. ومعلقه كمان حلوه كده صغيره من صلصه الطماطم المعلبه. وشويه كمان من اوراق البقدونس والشبت كده مفرومين نايم خالص. هقلب كل المكونات دي مع بعض. هنا بقى في الطبق التاني ده احط برضو كوبايه دقيق عليها 3 او 4 معالق كبار من النشا، ومعلقه كده صغيره من البيكنج باودر بس تكون مليانه. هنقلب بقى الخليط ده كويس جدا كده مع بعضه. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اجيب الزهرات بتاعه القرنبيط. في اول حاجه كده هغمسها كويس قوي في العجينه من كل ناحيه، وبعد كده هصفيها كويس قوي، وهروح بقى نازله بيها كده على طول على الدقيق، وهغلفها بقى بالدقيق كويس جدا من كل ناحيه. عايزين الكفر بتاعها كده يبقى تخين وتدينا كمان القرمشه بتاعه الكنتاكي وشكل الكنتاكي كمان. وبعد ما بتغلفي بقى الزهرات بتاعه القرنبيط كويس جدا كده في العجينه وفي الدقيق، بتروحي حاطه طاسه على النار وتحط لها زيت، بس اهم حاجه الزيت يبقى كتير يعني ميبقاش قليل، علشان لما تحمريه القرنبيط يعني يقرمش معاكي ويديكي شكل الكنتاكي بالظبط. هخلي بقى النار تبقى وسط، ما تبقاش عاليه. اول ما احس ان درجه حراره الزيت عليت ههدي النار خالص اخليها وسط، وهروح نازله بقى بالوردات بتاعه القرنبيط. وطبعا مش هقلبها في الوقت الحالي خالص غير لما احس انها خدت بقى لون دهبي حلو. وبعد كده بقلبها. بس عايزه اقول لكم بقى على حاجه، ما تقلدونيش خالص ان انا بقلب بايديا، انا عارفه انا بعمل ايه، لكن لو عروسه جديده ممكن تتلسوع. الافضل طبعا ان انت تقلبي بشوكه او بمعلقه خشب. اول ما بياخد بقى اللون القمر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، حاجه بجد والله يا جماعه في منتهى الجمال. بتروحي حاطاه في مصفى تكون مخرمه علشان تنزل يعني منه اي دهون زياده او زيت زياده. إيه ما شاء الله مقرمش والله يا جماعه. اخر حاجه شايفين الجمال؟ بجد الجمال عدى الكلام، حاجه بص سوبر قرمشه. خلصت بقى الكمية بتاعتي كلها، وبعد كده قدمته بقى على الطبق البيضاوي ده. طبعا من تحت حطيت كده شوية خضرة انا مخرطاها ناعم خالص، وهرص بقى عليه القرنبيط بتاعي. بتقدميه جنب شوية بتنجان مخلل بقى، ممكن تقدميه كمان جنب طماطم اللي هي المخللة، بطاطس محمرة، وتعملي بقى لولادك كده صواريخ وياكلوا بألف هنا وشفا. طبعا الوصفة دي بقى ايه مناسبة جدا للناس اللي ما بتحبش البيض او عندها حساسية من البيض، او حتى ما بتجيبش البيض علشان هو غالي اليومين دول. ان شاء الله تعمليه من غير بيض بالطريقة دي وهيعجبك جدا. يلا بقى بسرعة قبل ما تنسي اخبطي لي لايك بقى بايدك الحلوة دي، واعملي لي كمان متابعة لقناتي علشان ان شاء الله يوصل لكم كل ابداعاتي. بحبكم في الله، ما تنسونيش بقى في الدعاء. ان شاء الله للمرة التانية هحط لكم اللينك بتاع حلل للضغط في صندوق الوصف اسفل الفيديو، واللي عايز يعني يطلب ان شاء الله هتجيله لغاية البيت. مع السلامة.